السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. شكرا جدا لكل الناس اللي اهتمت بالموضوع اللي حصل معايا امبارح، وكل الناس اللي دعت لي، وكل الناس اللي تمنت لي ان ربنا يعوضني خير في الحاجة اللي اتسرقت مني. وللناس اللي لسه ما تعرفش القصة، او الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي ما تعرفش ايه اللي حصل امبارح، انا هحكي لكم اللي حصل. في عجالة كده، انا امبارح حصل عندي حالة سرقة. في حاجة من عندي اتسرقت، والحاجة دي مش حاجة بسيطة، يعني حاجة بمبلغ برضو كبير. واللي سرقنا يعني كان حد بجح جدا، جريء جدا. سرقنا الساعة 4:30 العصر، في عز الظهر يعني كده، أو معنى أصح في عز النهار، اللي هو قلبه مش موجود خالص يعني. المهم، من ستر ربنا ومن كرم ربنا علينا ان السارق ده لما سرق الحاجة كان نازل بيها على السلم في نفس التوقيت اللي ولادي وولاد جارتي كانوا طالعين فيه. يعني هما اتقابلوا الأطراف كلها على السلم. فالحمد لله الحمد لله ان الشخص ده ما أذاش حد من الولاد. دي اللي كانت هتبقى الكارثة الكبيرة، دي اللي كانت هتبقى المشكلة اللي ما ينفعش الواحد يتخيلها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ده ما حصلش، ان هو أذى حد. ده اللي بيخلي الواحد يقول الحمد لله، قضى اخف من قضى. لما تيجي في حاجه ديتها فلوس، في داهيه، بالظبط في داهيه. لكن احنا ما كناش هنقدر طبعا ان يبقى في اي حاجه في ولادنا. اللي حصل فيما بعد كان جبر من ربنا، وكأن ربنا بيطبطب عليك كده، بيقولك انت شفت حاجه وحشه، طب انا هقولك على حاجه حلوه. هي المشكله اتحلت وما اتحلتش. ازاي؟ يعني انا المفروض الحاجه اللي راحت دي هجيب غيرها. بس طبعا زي كل البيوت حاليا، انا دلوقتي بهتم مثلا بحاجات اولويات دخلت رمضان وكده. اللي حصل بقى امبارح، بيقول ان احنا عايشين في وسط فئتين مختلفين تماما من البشر. حقيقي احنا ربنا خلقنا في اختلاف رهيب. هقول لكم اللي حصل. احنا طبعا لما حصل الكلام ده انا عرفت جيراننا في العمارة، بحيث ان هم يخلوا بالهم، عشان انا زي ما اتأذيت محدش يتأذي زي يعني. وكان في اخطاء كده بتحصل، فانا حبيت ان انا انبه بحيث ان الكل يخلي باله عشان محدش يحصل معاه نفس الموقف. المهم، شفت ردود فعل فيها تباين. شفت الناس اللي زعلانة قوي ومتضايقة جدا عشانك، وصعبان عليها الموقف، وصعبان عليها ان انت اتأذيت للدرجة دي. وشفت الناس اللي حرفيا مسقعين دماغهم، اللي هو احنا مالنا. بس للأسف اللي هم مالهم النهاردة بكرة ممكن يبقى مش مالهم. اللي سرقني النهارده ممكن يسرقك بكره. طبعا انا ما اتمنالكيش كده ابدا ابدا ابدا. بس الواحد بيبقى مستغرب قوي من الناس اللي عندها لا مبالاه. يعني انا في حد من اللي عرفه، كان رد الفعل اللي هو حصل كذا 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 كذا، وانا بقول لهم من باب التنبيه، مش من باب بقى ان انا قاعده فاضيه فبحكي حواديت. يعني انا اكيد ربنا وحده اللي كان يعلم بيا يعني. كان رد الفعل ان ولا قالت معلش حتى، ولا ربنا يعوض عليكي، ولا الكلام ده كله. الكلمه اتقالت فخلاص سكتنا على كده، اللي هو ما علينا. وعملت بعدها حركه غريبه قوي، اللي هو عملت لي دعايه، او يعني عايزاني ادخل في جروب كده حاجات بيع وشراء. اللي هو باشا، انا لسه بقولك ان انا واحده مصدومه انا واحده قلبي متحطم على الحاجه اللي اتسرقت مني. انتي بتعملي ايه اصلا؟ عقلك جابك ازاي ان انتي تفكري ان انتي تعملي سكيب كده للموضوع على طول، و... وكأن شيء لم يكن يعني. المهم، ما علينا. كل واحد حسب طباعه، ومش لاقيه لها حاجه بصراحه. ما علينا ما علينا. على النقيض تماما، شفت ردود فعل كويسه جدا من جيران تانيين، زعلانين جدا من قلبهم. قدموا ايد المعونة والمساعدة كبيرة جدا 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 عشان يحاولوا يعوضوا مكان الحاجة اللي فيها عجز دلوقتي دي. يعني بجد انا مهما وصفت كتر الف خيرهم بجد. على الاخص اقرب جارة ليا اللي هي في الدور اللي تحتي على طول. الست عملت حاجة حلوة قوي.
هي عرضت عليا ان هي تساعدني في حاجة معينة عشان تعوض العجز ده، على بس ما اقدر اظبط دنيتي انا بعدها فيما بعد يعني. المهم وهي كتر الف خيرها وتشكر وكده واتكلمت مع جوزي ان لا بلاش عشان برضو حاجة الناس وما ينفعش وخلاص فسكتنا على كده. اللي فوجئت بيه ان هي النهاردة كررت نفس العرض تاني باستماتة. يعني في فرق ان انت تعرض او ان انت ترمي كلمة اللي هو جت ما جاتش ما جاتش، اللي هو عزومة مراكبية بمعنى اصح. وفي فرق ان انا حاسسك فعلا ان انا مش بعزم عزومة مراكبية، انا فعلا بعمل اللي الانسانية بتقوله، بعمل اللي الواجب بيقوله، بعمل اللي الجيرة بتقوله، بعمل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيه، لان الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالجار. هي عملت ده طبعا على النقيض عن الحد التاني تماما، يعني شخصين مختلفين تماما تماما، حد اب قوي وحد داون قوي. المهم كتر خيرها، حسيت ان هي اللي عملته طبطب عليا، اللي هو معلش. قبل اي حاجة هي لما عرفت اهتمت جدا وتواصلت مع ناس وجابت لي فيديوهات للحد اللي سرق ومتصور هو معاه الحاجة اللي هو سرقها، بس للأسف تفاصيل وشه مش باينة. فبالتالي انا مش هقدر ان انا اروح اشتكي في الاسم لان مفيش ملامح باينة ليه خالص للأسف. ربنا يعوض عليا وعلى ولادي وعلى بيتي وربنا يقدرني واجيب بدل الحاجة اللي اتاخدت دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان بتيجي في حاجات ديتها فلوس. كل الحاجة اللي ديتها فلوس سهلة، لكن لو كان بعد الشر اذى حد من الولاد دي اللي كانت هتبقى صعبة قوي 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 يعني. والحمد لله ان ربنا بيعرف الواحد معادن الناس اللي حواليه، مين هيهتم ومين لا، مين هيسأل ومين لا، مين هيكبر بخاطرك ومين لا، مين هيدعي لك دعوة طيبة مين لا، مين هيشوف ان انت حصل لك مشكلة ويعمل اسكيب كده للموضوع وكأن شيء لم يكن احنا مالنا، ومين بيهتم ويسأل وازاي وليه طب انتوا كويسين ولا لا. الحمد لله ان بتحصل شدة تعرفك معادن اللي قدامك، تعرفك مين بيحبك ومين لا. الحمد لله ان احنا بخير. حبيت احكي لكم اللي حصل، وحبيت اقول لكم ما تفرحوش قوي باللمه الكدابه، لان ياما لما بنبقى متخيلين ان يا ده احنا ما شفناش ناس احسن من كده في الدنيا، ونفوجئ ان الناس دي اقل حد في الدنيا، ان الناس دي مجرد زفه في فرح. مسافه ما الفرح بيخلص كل واحد فيهم بيتك ما يعرفوش حاجه عن بعض، غير الناس اللي بتقف جنبك في الشده، غير الناس اللي بتدعمك وقت ازمتك، غير الناس اللي بتبقى دايما واقفه في ظهرك وتقولك معلش، تكبر بخاطرك، تراضيك. بشكر من كل قلبي جارتي، كتر الف خيرها، يا رب يرضيها في ولادها وفي حياتها. وبقول لكم زي ما قلت لكم امبارح، دايما بصوا لنص الكوبايه المليان. حصل ابتلاء، حصل ابتلاء، حصل ابتلاءات متتاليه، يعني حرفيا يوميا في ابتلاء مختلف. بس الحمد لله الحمد لله، يعني احنا راضيين بقضاء ربنا، راضيين باللي ربنا كاتبه، راضيين بأي حاجة بتحصل في حياتنا. الحمد لله ولادنا بخير واحنا بخير، الدنيا وما فيها. ربنا يا رب يديم علينا الستر ويديم علينا الخير، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب يا رب يا رب يكون دخول رمضان علينا كده دخول خير وبركة ورزق وفرج، ونقدر كلنا نعوض كل الحاجات الصعبة اللي احنا بنعدي بيها. واتمنى ان انتوا تدعموني عشان اكبر والقناة تكبر بيكم. وما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب، وتدعوا لي ان ربنا يعوضني خير، وتدعوا لاي حد عنده مصيبة معينة او كارثة معينة ان ربنا يعوضه خير ويجازيه خير على صبره، ويلهمنا دايما الصبر والثبات كده، ان احنا نبقى عندنا ثبات وصابرين على اي ابتلاء ربنا بيبعته لنا، لان ربنا مش بيبعت لنا اي حاجة وحشة. اي ابتلاء هو في الاخر خير لينا. فالحمد لله يا رب احنا راضيين بقضائك، الحمد لله الحمد لله. واستنوني في الفيديو الجاي. باي باي.